السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين. واخيرا هنصور فيديو جديد مع دخول سنة جديدة. هنرجع ان شاء الله بفيديوهات جديدة واحلى من الفيديوهات القديمة. وقبل ما نبدأ حابب اشكركم جدا عشان في الفترة اللي فاتت برغم من اني ما كنتش بنزل فيديوهات كتير ولكن وصلنا من 2000 سبسكرايبر ل 2500 سبسكرايبر. ولو انت اول مرة تشوفني ما تتكسفش واعمل سبسكرايب عشان نكبر مع بعض اكتر واكتر. انا محمود هشام وفي الفيديو بتاع النهاردة هقولك على اهم النصايح اللي ممكن تعملها عشان توفر في استهلاك عربيتك للبنزين. يلا بينا. كل واحد مننا ليه طريقة معينة في السواقة. في واحد بيمشي بالراحة خالص وبهدوء حتى لو هو على الدائري وماسك آخر الشمال تلاقيه ماشي على أقل من مهله، وباقي الناس بتبقى مبسوطة طبعا وهي ماشية وراه وكده ومحدش بيعمل له حاجة. وفي واحد تاني أول ما يركب العربية كل شوية يقوم دايس بنزين على الآخر ويعمل كيك داون ويسقط غيار ومستني بقى إن العربية ترد عليه بصوت في الآخر راكب فيرنا أساسا، مع احترامي طبعا لكل الناس اللي بتركب فيرنا. دي طبعا حاجات غلط، ولكن المفاجأة بقى ان توفيرك في استهلاك البنزين للعربية مش بس في طريقة سواقتك، لا، توفير استهلاك البنزين بيبدأ من العربية من بره، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة في الفيديو. فتعالى كده ناخد لفة حوالين العربية ونشوف ايه الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تقلل من استهلاك العربية للبنزين. خلينا نبدأ في لفتنا حوالين العربية بجزء مهم جدا وهو جزء احتكاك العربية مع الأرض. الكاوتشات، ضغط الهواء في الكاوتش لو مش مظبوط ده ممكن يأثر على استهلاك العربية للبنزين، وخصوصا لو انت شخص بتسافر بالعربية كتير. مش بس ضغط الهواء، حالة الكاوتش ونوعه ومقاس الجنط وكل الحاجات دي بتأثر على الاستهلاك. فخلي بالك ان انت دايما تختار لعربيتك انسب نوع للكاوتش. ولو عايزين فيديو تفصيلي عن الموضوع ده يا ريت تسيبوا لي كومنت تحت عشان نتكلم بقى فيه عن نوع الكاوتش وايه الفرق بين مقاسات الجنوط وليه عربيه 17 وعربيه 18 وعربيه 20 والكلام ده كله. سيب لي كومنت تحت هعمل لكم فيديو ان شاء الله عن الموضوع ده بالتفصيل. اما بقى لو انت مستعجل شويه ومش هتقدر تستنى الفيديو ده فممكن تفتح الباب بتاع السواق وهتلاقي هنا في الورقه الجميله دي فيها مقاس الكاوتشات المظبوط والضغط الاحسن لعربيتك على حسب كل بلد، والامامي والخلفي وعادي حمل ولا اقصى حمل اللي هو لما تكون مركب ناس كتيره في العربيه وهكذا. وده ريفرنس حلو جدا ليك. وبعد كده تعالى نكمل لفتنا الجميله ونوصل لحته مهمه جدا الا وهي شنطه العربيه. في واحد دلوقتي هيقول لي ايه دخل شنطه العربيه باستهلاك البنزين؟ اقول لك ليها دعوه، عشان البي اللي عامل شنطه العربيه مخزن لكل الحاجه اللي عنده في البيت، وفي عزال من ساعه ما نقل شقته من 2 ل3 سنين، وفي حاجات بالهبل. كل ده بيعمل وزن في العربيه، وكل ما الوزن اللي في العربيه زاد كل ما استهلاك العربيه للبنزين زاد شويه. ويستحسن تخلي بالك انت كمان من وزنك وتخس شويه عشان ايه؟ توفر في استهلاك البنزين بتاعك. بعد كده بقى تعالى نكمل برضو في اخر حاجه في لفتنا حوالين العربيه. لو تفتكروا من فتره كنا عملنا فيديو عن تعديل العربيات. في الفيديو ده اتكلمنا ان في احيانا تعديل خارجي بيتعمل في العربيه. في ناس بتحب تركب حاجات زياده على العربيه، في ناس بتحط سبويلر، في ناس بتنفخ العربيه شويه. الحاجات دي بتاثر على حاجه اسمها الايروداينامكس بتاعه العربيه، والايروداينامكس دي هي مقاومه العربيه للهواء. ماشي، عشان في ناس على تيك توك فاهمه الايروداينامكس حاجه تاني خالص. نرجع لموضوعنا. كل ما عملت تغيير في الايروداينامكس بتاعه العربيه كل ما هتزيد مقاومه الهواء لو انت مش عاملها صح. يعني في تعديل بيبقى مدروس وبيبقى مظبوط كويس. يعني مثلا ابسط حاجه السبويلر مش بيتحط منظر بس، في سبويلر يتحط للعربيه اللي سقفها عالي، في سبويلر بيتحط للعربيه اللي سقفها واطي. عشان كده السبويلر فيه منه اشكال مختلفه، مش كلها منظر اللي هو العالي والواطي والحته السحبه البسيطه دي. لازم تشوف انسب حاجه لعربيتك، عشان لو مقاومه العربيه للهواء زادت كل ما العربيه هتستهلك معاك بنزين اكتر، ودي مش حاجه انت عايزها. قبل ما نكمل خلينا احكي لك سريعا كده عن السبونسر بتاع فيديو النهارده، وهم دياب موتورز اللي جابوا لنا العربيه الجميله دي اللي بشرح لكم عليها كل حاجه من الصبح ولسه هنكمل كلام عنها. دياب موتورز هم احسن مكان تشتري منه اي عربيه مستعمله وممكن جديده كمان لو حبيت، سواء هي معروضه عندهم او في حاجه معينه في دماغك انت عايزها هم ممكن يوفروها لك. واحسن مكان كمان لو انت بتفكر تبيع عربيتك هم ممكن يعرضوها لك ويعملوا لك كل اللازم عشان تبيعها في اسرع وقت. تلاقوا لينك الانستجرام والفيسبوك بيج بتاعتهم في الديسكربشن. ما تنسوش تدخلوا تعملوا فولو وقولوا لهم ان انتوا جايين من محمود هشام بقى وكده، عشان نعمل معاهم فيديوهات اجمد من كده الفتره اللي جايه. اعتقد كده زودناها قوي في موضوع الحاجات اللي بره العربيه. تعالى نركب واقول لك بقى على الحاجات اللي جوه العربيه.
صحيح، لو انت من الناس اللي بمجرد ما تشغل العربية بتعمل الصوت ده، فاقطع علاقتك بيا خلاص، انا مش عايز اعرفك تاني. عشان صيانة العربية حاجة مهمة جدا، وخصوصا الصيانة الدورية لو انت عربيتك لسه جديدة او لو انت عربيتك لسه بتروح التوكيل. وما تحاولش تستنصح وتقول انك هتعمل الصيانة بره، عشان مش دايما هتطلع بنفس الكفاءة. والله اللي انت هتوفره من التوكيل، لو هما اسعار التوكيلات غالية شوية، اللي انت هتوفره من التوكيل هتدفعه اكتر على صيانة العربية، وفعلا ده ممكن يأثر على استهلاك البنزين. وفي حاجات تاني في الميكانيكا بتاعت العربية، زي مثلا الحساس بتاع البنزين او السنسور اللي بيبقى في الشكمان اللي بيشوف نسبة تلوث الهواء. دي كلها حاجات برضو بتتحكم في مدى الحرق بتاع العربية للبنزين، ولازم تخلي بالك منها ولازم تراجعها كل فترة. تعال بقى ندور العربية. بس كده، ما تقعدش تسخن العربية، ما خلاص الموضوع ده كان زمان. الموضوع ده في العربيات القديمة. العربيات القديمة بس هي اللي بتحتاج ان انت تسخن العربية، انما العربيات الجديدة او اغلب العربيات دلوقتي اخرها يا دوب 30 ثانية وخلاص انت ممكن تمشي، ما فيهاش اي مشكلة. انما لما بتقعد تسخن العربية بقى وتسيبها دايرة وتطلع تمسح العربية من بره والكلام ده، انت كده مخلي العربية تقعد تحرق في بنزين بس. في حالة بقى ان انت خلاص دورت العربية وهتمشي بيها، وانت في الطريق وقفت في اشاره وكانت اشاره طويله شويه، او لا قدر الله في حادثه، او بعد الشر في موكب معدي وهتضطر تقف بالعربيه كتير. العربيه لو فضلت واقفه كتير ده برضو بنزين بيتاكل. وعشان كده برضو بنشوف في العربيات الجديده بيبقى في حاجه فوق زرار الستارت انجن، وهي ان الموتور يطفي اول ما العربيه تقف. في ناس كتير بتتخنق من الموضوع ده وانا منهم والله، ولكن الموضوع ده اخر الشهر لما بنيجي نحسب الميزانيه بنلاقي ان هو احيانا بيوفر معانا شويه. وبعد كده بقى وانت ماشي بالعربيه، فاكرين فين ديزل الغلابه اللي انا كنت بتكلم عنه في اول الفيديو؟ الموضوع ده فعلا بيحصل، وفي ناس بتحب بقى تسمع الصوت ده وكده. هو حلو وانا كمان بحبه جدا والله، بس مش دايما، يعني مش على طول تفضل بقى تعمل كيك داون وتدوس جامد وتسقط في غيارات والحاجات دي، عشان والله العظيم انت اللي هتندم لما تلاقي نفسك كل شويه تروح البنزينه، وهتلاقي استهلاك العربيه رهيب، وهتلاقي نفسك بتضيع فلوسك كلها على البنزين. طيب الحل المناسب للموضوع ده ايه؟ مش شرط ان انت تهدى وخلاص كفايه كده يعني، لا. احسن حل ان انت تمشي العربيه بعقل، تديها مساحتها، تدلعها في الغيارات وتظبطها على المطبات زي ما بنقول. طيب والرينج المناسب للموضوع ده هو ما بين 2000 و 3000 لفه، او ما بين 2 و3 في عداد الار بي ام. تمام. ولو انت عربيتك مانيوال او لو انت بتسوق العربيه على الستيبترونيك، فاحسن وقت ان انت تنقل فيه الغيار ما بين 2.5 ل 3.5، وده عشان ما يبقاش نقلت متاخر قوي فحرقت على الغيار وصوت العربيه يعلى وتستهلك بنزين اكتر، وما تبقاش برضو نقلت بدري والعربيه يعني ايه تبقى ايه ده، انت بتعمل ايه جو نيد فور سبيد ده. ودلوقتي بقى نيجي لاكتر واحد مظلوم في موضوع البنزين ده. كل ما سعر البنزين يعلى او يقل او يحصل فيه اي حاجه يقول لك ايه؟ التكييف. انا مش هشغل التكييف في العربيه تاني، لو عايز تركب معايا وتقول لي شغل التكييف هدفعك مش عارف ايه وبتاع، والجو الظريف اللي بنشوفه على الفيسبوك ده. بس مش في كل الاوقات بيكون التكييف هو السبب في استهلاك البنزين، بالعكس في اوقات كتير بنبقى ظالمينه. لان في اوقات فعلا انك تشغل التكييف بيكون احسن في استهلاك البنزين من ان انت تفتح شبابيك العربيه وجو العربيه البيجو 7 راكب اللي بنشوفها على الطريق دي. لا، الموضوع ده مش دايما. يعني انت لو ماشي في وسط البلد، ماشي بالراحه على سرعه هاديه، مش بتجري، مش على طريق سريع، فانت طبعا مناسب ان انت تفتح الشباك وخلاص عادي. ولو شغلت التكييف هيبقى فعلا ده بتاخد بنزين زياده. انما بقى لو انت على الدائري مثلا والدنيا ماشيه شويه، او لو انت مسافر او بتجري في اي حته، فلا، التكييف هيكون مناسب ليك اكتر من ان انت تفتح الشباك. عشان انت لما بتفتح شبابيك العربيه وتكون ماشي على سرعه عاليه، ده برضو بيأثر على مقاومه العربيه للهواء اللي اتكلمنا عنها من شويه. وبكده هيكون اللي انت وفرته بانك تطفي التكييف انت ضيعته تاني، عشان العربيه هتحتاج بنزين اكتر عشان تديك نفس الاداء. عايزه. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك عشان ده فعلا بيساعد. ممكن كمان تبعت الفيديو لاصحابك اللي عندهم عربيات، او صاحبك اللي بيدفع كتير جدا في البنزين، ويعني اعملوا شويه شير كده وظبطوا الدنيا. ممكن هتلاقي لينك الانستجرام تحت، لو مش عايز تدوس على اللينك ممكن تعمل سكان للكود ده وتعمل فولو على الانستجرام، عشان هناك بينزل فيه تفاصيل حلوه برضو. وبس كده، السلام عليكم.